أندية أوروبية كبرى تريد حارس الأسود. كشف موقع أفريكا فوت بأن تألق حارس الأسود ياسين بونو بمونديال الأندية دفع 5 أندية أوروبية وازنة تدخل على خط التفاوض معه، وذلك لتعزيز مركز حراسة مرماها والاستفادة من خبرته الدولية ومهاراته العالية. وأوضح ذات الموقع أن الأندية التي تريد الارتباط بالأسد المغربي هي مانشستر يونايتد، هذا الأخير لم يعد مقتنعا بأداء حارسه الكاميروني أونانا، ومانشستر سيتي الذي يريد مدربه الإسباني بيب غوارديولا حارسا بخبرة أوروبية وشخصية قوية، ويكون أيضا بديلا للحارس ستيفان أورتيغا الذي سيغادر السيتي. ثم تشيلسي الإنجليزي الذي عبر عن رغبته في ضم حارس ذو تجربة وخبرة كبيرتين في ظل تراجع مستوى الحارس الإسباني كيبا وعدم ثبات مستوى الحارس الآخر روبرت سانشيز. كما أن أنتر ميلانو يريد ياسين بونو بخبرته وتجاربه ليعوض الحارس السويسري يان سومر الذي قد يرحل عن النيراتزوري. ويوجد أيضا الفريق الفرنسي موناكو في دائرة الاهتمام ببونو بعدما فشلت إدارة فريق الإمارة الفرنسية في انتداب الحارس الإسباني دخيا. ويرتبط الحارس المغربي مع ناديه الحالي الهلال السعودي بعقد ينتهي في صيف 2026، وقد حط ياسين رحاله بالزعيم سنة 2023 قادما إليه من نادي إشبيلية.